كل لون وليه فايدة. لا مش لون لبسنا ولا لون حاجتنا، ده لون اكلنا. طبقك اللي مليان الوان هيكون سر صحتك. اشرح لكم في الفيديو ده كل لون وفايدته. اللون الاول اللون الاحمر، لون جميل ومبهج والاطفال بتحبه، بس كمان مهم للكبار عشان في مادة الليكوباين. المادة دي مسؤولة وتعتبر من المواد القوية جدا كمضادة الأكسدة، واللي بتكون مسؤولة عن صحة الجلد، وبتكون كمان مسؤولة عن حماية القلب وتقلل فرص الإصابة بالسرطان. موجود في ايه اللون الأحمر؟ موجود في الطماطم، موجود كمان في البطيخ، موجود في الفراولة. فنحافظ على اللون ده وناخده بكميات كويسة في طبقنا. اللون التاني اللون البرتقالي، وده مش موجود في البرتقال بس، لا ده موجود كمان في الجزر، وموجود في البطاطا، وموجود في قرع العسل. وده اللون ده من الحاجات المواد اللي بتحتويه هي مادة البيتا كاروتين، والمهمة جدا لإنتاج فيتامين ايه، واللي مسؤول عن عن تحسين النظر، وان الأطفال ما يجيلهاش ضعف نظر أو الكبار. علشان كده نحافظ عليه، وكمان مهم جدا لحماية الجلد وبيحسن الجلد كمان عندنا. ايه كمان؟ اللون الاخضر. اللون الاخضر مش بس من الحاجات المهمة عندنا لانه يحتوي على كتير من المعادن والفيتامينات زي الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، لا ده كمان محتوي على نسبة الياف عالية، والالياف دي بتحسن دايما عند الهضم وبتساعد عليه، وكمان بتقلل الالتهابات وبتزود قدرة الجهاز المناعي عندنا. طب موجودة في ايه اللون الاخضر؟ عندنا في كل حاجات، عندنا حاجات الخضرة كتير قوي، منها السبانخ، منها البروكلي، منها الافوكادو، منها الخس، منها الخيار. ايه كمان من الالوان؟ اللون البنفسجي، من الالوان المهمه جدا اللون البنفسجي، وده موجود في ايه؟ في التوت، وموجود في العنب، موجود في الباذنجان. وده بيعمل ايه؟ ده مضاد للاكسده قوي جدا، واللي بيشيل الفري راديكال اللي بتطلع عندنا في الجسم او الشقوق الحره، ودي اللي بتسبب شيخوخه مبكره، وكمان بيحسن الدوره الدمويه وبيحسن صحه القلب. يعني كل لون في طبقك ليه فايده مختلفه وضروريه. علشان كده خلي دايما طبقك متنوع في الالوان، وجسمك هيشكرك على التنوع ده.